ازاي التعديل المعماري فعلا يحقق لك الطلبات بتاعتك كعميل، عايز كام اوضه، عايز مطبخ، عايز كام حمام، وازاي بنقدر نحقق لك ده عن طريق ديزاين مود بورد. زي ما اتعودنا دايما، ابني وهد على الورق اوفر بكتير من انك تبني وتهد على الحاجه. احنا هنا في التجمع الخامس في الأندلس، معانا وحدة. مش هنتكلم النهاردة عن الخامات أو العلاقات، مش هنتكلم عن حاجات كتير اتعودنا نتكلم عليها في الفيديوهات، لكن هنا مهم قوي هنحكي ازاي التعديل المعماري يبقى في مكانه. هنا مثلا كانت الشقة دي ريسبشن صغير قوي، 3 أوض صغيرين جدا، حمام ومطبخ صغير قوي. المساحه تسمح ان احنا نعمل شغل اكتر من كده. الحقيقه اتكلمنا مع العميل وحطينا مود بورد ورسمنا وعملنا بروبوزل واثنين وثلاثه واربعه، وصلنا تقريبا في الشقه ال 105 متر لحوالي 12 بروبوزل. كل ده علشان نحقق اللي احنا دايما بنتكلم عليه، ابني وهد على الورق. وصلنا ان احنا شلنا كل الحيطه بتاعت الطرقه، كبرنا الريسبشن جدا عشان كمان نقدر نعمل تجاليد في الحيطان، يبقى فيه دخول وخروج شويه. ده هيبقى دايننج، ومع الوقت هيبقى ليفنج. حولنا مسار الحركه من الطرقه بتاعت الريسبشن لطرقه تانية خالص ورا، تفصل لي المكان اللي الضيوف هيقعدوا فيه عن المكان اللي اهل البيت هيبتدوا يتحركوا فيه. وفي نفس الوقت قسمناه بشكل ما يخنقش الدنيا، يبقى فيه شباكين مفتوحين، يبقى فيه باندنت متعلقه هنا اهو من غير اضاءه، فبقت دي طرقه الناس تقدر تتحرك فيها براحتها خالص. فعملنا هنا الطرقه الطويله اللي بتفصل اوضتين النوم والحمام بتوع اهل البيت عن الجزء بتاع الضيوف والريسبشن والدايننج والليفنج وكده. دي اول اوضه اتخلقت من القديم.